خلي كده سنة سنة سنة. مع الوزير. اهلا وسهلا صاحب اليافا. كل التحية والاحترام لمعاليك. الله يحفظك يا صاحب اليافا. انا اقدم ليك باسمي وباسم وزاره الاوقاف كل المواساه، ونشاطركم الاحزان، ونتحمل سويا الضرر يا صاحب اليافا. ربنا يبارك وندعو الله فيك. تعالى انه يحفظنا واياكم من اي ضرر ومن اي سوء. والاذى الذي يصيب كنيسه من الكنائس في مصر كالاذى الذي يصيب المساجد سواء بسواء. وأنا أقدم لك يا صاحب اليافا خالص المواساة، وندعو الله تعالى أن يدفع عنا وعنكم كل ضرر وكل أذى وكل سوء، وأن يحفظكم بحفظه الجميل، وأن يسعدكم بسعادة الدنيا والآخرة. وأحب أطمن من سيادتك على أخبار الكنيسة، إن شاء الله الأمور تكون يعني عدت بخير الأزمة وما يكونش فيه إصابات ولا حاجة. أولا يعني كل الشكر وكل الحب وكل احترام وكل مودة على هذه الحفاوة وهذا الكرم والحب العظيم اللي لمسناه. الحب مش كلام، ولكن الحب العملي اللي احنا عايشينه من أول لحظة في الحدث، مش بس دلوقتي، لأنه ملحمة الحب تجسمت تماما في الحدث الجلل. لأنه يعني وجدنا يعني كل الإخوة والجيران والأحباء هم اللي بيندفعوا بالطفايات، وهم اللي بيجوا، وهم اللي بيطفوا قبل وصول المطافي. وده حب عملي مش كلام. أنا ممكن أتكلم كثير عن حب، لكن العملي ده بآلاف وملايين العظات. ده الحب اللي بمليون عظة. طبعا امبارح بالأمس برضو فضيلة الإمام الأكبر بجلالة قدره يرسل مندوبين ويتصل اتصال هاتفيا علشان يسأل علينا. ده قمة الحب وقمة الاهتمام. والنهاردة الشيخ علي صديق وكيل وزارة يجي نائبا عن معاليك، ومعاليك تتصل بينا وتتكلم. ده يعني قمة الاهتمام وقمة الحب وقمة الرعاية. واحنا بصراحة يعني في قمة السعادة على هذه المشاعر الجميلة والمشاعر الطيبة. ولسه كنت بجري حديث مع الصحفيين الأخوة بقول لهم هي دي إسنا، لأنه تاريخ إسنا بالذات تحديدا دونا عن كل البلاد بيشهد أحداث كتير، وبيحكي قصص كتير، مش يحكي يعني أحداث حدثت بالفعل. وجدنا الحب العملي، الحب اللي فيه في أي حدث. نجد جيراننا وأحبائنا هم لسه في كان أتوبيس من القاهرة عمل حادثة في إسنا. الإخوة اللي جم هم اللي أنقذوا وانتشلوا الناس قبل مجيء إنقاذ النهر. ده شيء مفرح، وشيء يعني بيخلينا بيرفع معنويات الشعب كله، لأنه ده حاجة مطمئنة ومفرحة. شكرا. وكلام كتير مش هيخلص، لكن كل ما أقوله أنه ببلغ تحيات صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا يقيم أسقف إسنا وأرمن، تحيات الآباء الكهنة شعب إسنا كله بيشكروا معاليك، وبيشكروا كل أحبائنا وكل الأئمة والكوكبة الجميلة من العلماء اللي موجودة حاليا معانا. بنقدم كل الشكر لشكر مطرانية إسنا وشعب إسنا وكل قرى إسنا لمعاليكم على هذا الاهتمام وهذا الحب. وربنا يديم المعروف، ودايما يكون يعني في يد واحدة إلى يوم الدين. ألف شكر لحضرتك لمعاليك. صاحب اليافا، هذه الكلمات الصادقة التي لمست قلبي أشكرك عليها بكل الشكر والتقدير. وما تفضلت بالإشارة إليه من مسارعة الأهل جميعا بالإنقاذ والإنقاذ والغوث والمساعدة، هذا هو الصادق والباقي والحقيقي من روح أبناء مصر. نحن أسرة واحدة وأهل، وما يصيب أحد منا بالأذى يصيب الجميع. والحب كما تفضلت إذا
كان بالتصرفات والسلوك والعمل فإنه يكون أبلغ 1000 مرة من الكلمات مهما كانت بلاغة الكلمات. نعم نعم. ولأجل هذا فلكم مني كل التحية والاحترام والتقدير، وأرجو أن تبلغ مني خالص السلام والتحية والاحترام لصاحب النيافة الأنبا يقيم والآباء الكهنة الكرام وشعب إسنا وأبناء إسنا الكرام مسلمين ومسيحيين، وفضيلة الشيخ علي صديق مدير المديرية وكيل الوزارة نيابة عني في معيتكم وفي خدمتكم. ونحن يا صاحب النيافة أهل، وندعو الله تعالى أن يحفظ مصر وأبناء مصر الكرام جميعا بحفظه الجميل. واسمح لي في أقرب فرصة أكون فيها في الأقصر في ضيافة فضيلة الإمام أو في أي نواحي قريبة أن أمر للاطمئنان والسلام عليكم إن شاء الله، والاطمئنان على أحوال أصحاب النيافة جميعا. وأبلغ سيادتك الجميع مني كل السلام والتحية، وتقبل مني خالص المودة، وبإذن الله ستبقى مصر مرفوعة الرأس. ولد واقف، العيال واقف. ايوه انبوبة الحجز. طبعا كارثة قنبلة الانبوبة. طفاية بس دور كده القنبلة واشتغلت الانبوبة كانفجار. لا واللي جابك اكثر الشرور دي تحت فلو نزلت النار هذا كان في حد وكان في صلف. ايوه تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا لكل متابعي القاهرة 24 في كل مكان. كنا مع حضراتكم من فوق كنيسة العذراء بإذن يعني لحظة يعني تفقد معالي وكيل وزارة الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف يتفقد موقع الحريق. شكرا متابعينا متابعي القاهرة 24 في كل مكان. كان مع حضراتكم طارق